الفرق ما بين ال n يونيك والكاونت في سطر واحد بس باستخدام الاجريجيتس بايثون والبانداز. يلا بينا. حاجه بننشئ الداتا فريم بتاعنا او الجدول بتاعنا، وفي المعلومات او المبيعات بتاع كل عمليه، في الفرع والمبيعات والموظفين ونوع المنتج والتقييم والتاريخ ورقم الطلب زي ما احنا شايفين. بعد كده بنحط سطرين كده اللي هو الكاونت بير برانش واليونيك ان يونيك او النمبر اوف يونيكس بير برانش. واول واحد بيتكلم عن البرانش مع الامبلوي، بحيث ان احنا بنعد العدد الموظفين للصفوف الغير فاضيه او اللي هي النون نل. تمام. وهنا الان يونيك بيعد عدد الموظفين في كل برانش المختلفين. تمام. طبعا حطيناهم هنا في داتا فريم كومباريزن ايكوال بي دي دوت داتا فريم، وحطينا الكاونت كاونت بير برانش وان يونيك بير برانش، وزي ما احنا شايفين الارقام متشابهه كاونت وان يونيك. بس خلينا كده نحط سطرين صفين جداد للداتا بتاعتنا بحيث نقدر نميز ما بين الان يونيك والكاونت. بعد كده بنبدا نعمل داتا فريم، بنبص على الداتا في بعد لما ضفنا الصفين الجداد بتوعنا، بنقول الداتا فريم بتاعنا دوت هيد عشان نتفرج عليها. وبعد كده بنقول داتا فريم دوت جروب باي برانش على الامبلوي دوت اجريجيت كاونت على الان يونيك. وطبعا ده بنستخدم الاجريجيت عشان نقدر نجيب التحليلين مع بعض في نفس السطر عن طريق ان احنا نجيب الكاونت بعدد الصفوف وان يونيك عدد القيم الفريدة. زي ما احنا شايفين هنلاقي القيم الفريدة ب3 اللي هو في الكسندريا مثلا النمبر اوف يونيكس ب3 ولكن العدد ب5 في الكاونت.